بكم يا أصدقائي في قناة يوميات ماما زوزة. أرجو الاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. قناتنا ممتعة وجميلة وبتقدم كل حاجة ظريفة وجميلة زيكم. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي في فيديوهاتنا الجديدة. أقدم لكم نفسي، أنا حنبوزو، وأنا نونا، وأنا حمودة، وأنا توتة. إن إن شاء الله هقدم لكم كل جديد مع قناة قناة يوميات يوميات ماما ماما زوزة. زوزة. إن شاء الله تشاهدوا تشاهدوا كل جديد. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب. حيرة كل يوم أطبخ إيه، أعمل لهم أكل إيه النهاردة. لما أشوف الولاد كده أنادى عليهم وأشوف هم عايزين ياكلوا إيه، يمكن يفيدوني بحاجة. يا ولاد يا حنبوزو يا حمودة، تعالى هنا علشان عايزة أخد رأيكم في حاجة. أيوة يا ست الكل، أموري، إحنا تحت أمرك. أيوة يا حاجة أمورينا، أي خدمة. إيه المطلوب مننا بالظبط؟ طبعا ولا على بالكم ومروقين على نفسكم، نظارات وتليفونات وسايبين انا محتاس. قولولي بقى عايزين تاكلوا ايه؟ والله سؤال حلو يا حاجة. عموما كل حاجة من ايديكي حلوة، اللي انت عايزاه يا حاجة اعمليه. والله يا حاجة كل اللي هتعمليه هناكله، احنا تحت أمر. يا ابني يا حبيبي انزل من على المطبخ وقولي عايزين تاكلوا ايه. شوفي بقى يا حاجة، انت يا اما تعملي لنا مكرونة بشاميل يا اما تعملي لنا بيتزا. وانا عاوز كريب والنبي يا ماما. ما تنزل يا ابني من على المطبخ وانت عامل زي السحلاية كده، عمال تتنطط زي فرقع لوز. انت مالك انت؟ هو انا قاعد على دماغك؟ ده حاجة غريبة اوي والله. وبعدين بطلوا خناق مع بعض، انا مش ناقصاكم. وبعدين هي اكله واحده اللي هعملها، بطلوا دلع. هي حله عدس تدفينا في الشتاء ده وخلص الكلام. لا والنبي يا ماما بلاش العدس، الله يخليكي شوفي لنا اي اكله تانية. انا مستعد انفذ كل طلباتك، بس بلاش حكاية العدس دي، ربنا يخليك يا رب. خلاص خلص الكلام، هو كلمه واحده، عدس ومفيش غير العدس. احنا مش هنتناقش فيه، واللي انا بعمله تاكلوه. يلا على اوضتكم واقعدوا ذاكروا لغايه ما اجهز لكم الغدا. ايه الدلع ده؟ ماله العدس ده؟ العدس جميل. يلا ياكلوه بالهنا والشفا، والله لا دبلهم حلة قد كده تدفيهم في الشتا ده. ادي العدس خلص اهو، بألف هنا وشفا عليهم يا رب.